سابت كل اللي بيحصل في العالم وطالعة بترقص على أغنية سطلانة، وبتقول إنها بالطريقة دي بتدعم القضية. إيه اللي عملته إيناس مكي؟ وليه الدنيا مقلوبة عليها؟ رغم مرور أيام كتير على الأحداث اللي بتحصل في العالم كله، لكن لحد الآن مفيش ولا فنان ظهر أو اتكلم عن حياته الشخصية زي الأول، والكل الأحداث مأثرة عليه بشكل كبير. بس إيناس مكي واضح إن الموضوع معاها مختلف. الحكاية بدأت لما نشرت فيديو على الانستجرام، ودخلت في فيديو هي بترقص وتتمايل على أنغام أغنية سطلانة في الوقت اللي بلاد العالم كله أعلنوا فيه الحداد، وده اللي خلى الفيديو على طول يطلع ترند، وكل الناس بتسألها هو إيه اللي انتي بتعمليه ده يا إيناس؟ والهجوم عليها كان للركب، على الرغم إنه إيناس من أكتر الفنانات حرصا في الظهور وعمرها ما عملت أي حاجة مثيرة للجدل، لكن واضح إنه المرة دي فلتت منها. بس الغريب أكتر هو كان ردها وتبريرها على اللي حصل، وطلعت وقالت إنها بالطريقة دي بتدعم القضية، وطلع بترقص على خيبة العالم والمؤسسات، ومن وجهة نظرها هي كده بتوصل رسالة غير مباشرة. بس ده ما بعدش عنها هجوم الجمهور، لكن كالعادة اتقسموا بين مؤيد ومعارض. جزء قال إنها مش بتدعم ولا حاجة، وقالت التعليق اللي هي بتقوله ده علشان بس تسكت الناس، خاصة إنها ما كانش ينفع تنزل فيديو زي ده في الظروف دي، وإن العالم كله في حالة حداد، يعني على الأقل تحترم نفسية المحيطين بيها اللي في منهم امتنع تماما عن الظهور بعد الأحداث اللي بتحصل. وناس تانية كانت شايفة إن هي حرة، وده ما يتعارضش تماما عن موقفها مع القضية. الحياة ماشية وكل واحد بيشوف حياته، ومش معنى كده إننا مش متعاطفين معاهم أو مش بندعمهم، لكن محدش هيوقف حياته الشخصية. وفي ناس كتير بتستغل الموضوع ومحدش اتكلم معاها، ما ينفعش نحاكم أي حد بالظاهر منه. لكن في جزء تالت جمع بين الرأيين، وقال إنه إيناس بتستغل الوضع الحالي علشان تطلع ترند، رغم إنه يعني كان قدامها فرص كتير علشان تعمل ده بس ما عملتش كده. فليه دلوقتي بتثير الجدل وتنزل فيديو زي ده؟ دلوقتي جه دوركم تشاركونا الرأي، شايفين اللي عملته إيناس مكي يستحق الهجوم ولا لأ؟ وهل فعلا هي بتدور على الترند؟